السلام عليكم. في هاد الدورة هادي اللي غادي تكون دورة صغيرة غادي نتعرفوا فيها على الايميلاتور ديال بينيت لاب، شنو هو وكيفاش نقدروا نخدموا فيه وكيفاش غادي يقدر ينفعنا في المشوار الدراسي ديالنا او حتى المهني. بالنسبه للايميلاتور ديال بينيت لاب، هو عبارة عن واحد الايميلاتور اللي كيمكننا اننا نديرو فيه بزاف ديال لي لاب في الدومين ديال النيتوركينغ. بزاف ديال المبتدئين اللي كيبداو في هذا المجال هذا ديال ريزو انفورماتيك، فهما اول لوجيسيال كيقدروا يخدموا به باش يبراتيكيو داكشي اللي كيقراو هو البرنامج الشهير والغني عن التعريف اللي هو الباكيت تريسر. كيكون ديال المبتدئين. هذا البرنامج ديال الباكيت تريسر هو برنامج ديال الستودنت اللي يلا كيكونوا بادين في الدومين، باقيين ما عارفينش كيفاش يتعاملوا مع الاجهزه، باقيين ما عارفينش لا كونفيغوراسيون كيفاش كتكون، بزاف د المسائل. بالنسبه للباكيت تريسر ما هو الا سيميلاتور. دونك خصنا نعرفوا شنو هو الفرق بين السيميلاتور وبين الايميلاتور. بالنسبه للايميلاتور هو واحد التول، يعني واحد الاداه اللي كتمكننا اننا نعيشوا مع دوك الاجهزه كاننا تنخدموا فيهم في الواقع، يعني كاننا خدامين بهم في الريل وورد ديالنا. يعني انا بحال الا عندي انا واحد الجهاز ديال سيسكو مثلا، عندي واحد الراوتر ديال سيسكو او واحد السويتش ديال سيسكو شادو في يدي قدامي، وتندير له الكونسول ديالو وتندخل انني نكونفيغيريه. دونك في الايميلاتور انا كنتعامل مع دي سوفتوير حقيقيين. اما في السيميلاتور اللي هو بحال كيف ما ذكرنا في البدايه ديال انه باكيت تريسر السيميلاتور، فالسيميلاتور هو واحد التول ديال غير كتسيميلي لي، يعني غير كتوريني كيفاش نقدر نتعامل مع ديك البيئه ديال ديك التوبولوجي. يعني كنقدر نصاوب بها، نشوف الديزاين ديال التوبولوجي كيفاش غتخدم، كنشوف لي بروتوكول كيفاش كيخدموا. مثلا ملي كندير البينك كنقدر نتبع داك البينك كيفاش خدام، كنسيميليه، يعني كنشوف انه داز من هاد ليطاب الاولى، داز من هاد الطاب الثانيه الى اخره. دونك كنمشي بهاد الطريقه كتسيميلي، يعني كتوضح ليا كيفاش كتتم العمليه. الفرق بيناتهم هاد الجوج هادو، مثلا الفرق بين البينيت وبين الباكيت تريسر. ففي الباكيت تريسر هو واحد البرنامج اللي لوجيسيال وسط منه كلشي، يعني لي سوفتوير اللي انا كنتعامل معاهم هي غير حقيقيه. انا كنتعامل مع لوجيسيال كامل، ما كنتعاملش مع لو نوايون ديال دوك اليو اس اولا دوك الاجهزه، ما كنتعاملش مع لي نوايون الحقيقيه ديالهم، وانما هو غير برنامج بروغرامي بواحد اللانجويج اللي كتخليه انني كنعطيه واحد الكوموند كيرجع ليا. دونك هذا هو الباكيت تريسر، هذا هو المفهوم ديالو، هكا كيخدم هو. يعني انا كنعطيه واحد لا كوموند اولا كنعطيه واحد الرياكشن، كيعاود يجاوبني هو برياكشن اخرى اللي لي بروغرامور اللي صاوبوه عطاوه ديك لوبسيون باش يجاوب. يعني اف كيعطيني هاد اللعيبه صافي، كيكون هاد اللعيبه كيتحقق هاد الشرط. بحال هكا خدام الباكيت تريسر كامل بالاجهزه اللي فيه، بلا كونفيغوراسيون اللي كنديرو وسط ديك الاجهزه الى اخره. اما في الايميلاتور بحال البينيت، وغادي نشوفوا بزاف ديال الايميلاتور اخرين، فالامر مختلف. هنا كنكون كنتعامل مع اجهزه اللي حقيقيه، يعني كنتعامل مع واحد راوتر، كنتعامل مع السوفتوير ديالو كانه عندي راوتر حقيقي. يعني غير في الشعله، حنا غنشوفوا هادشي من بعد كامل، غير في الشعله مثلا كنشوف ان الراوتر كيتعطل في الشعله مقارنه مع الباكيت تريسر، انني غير كنكليكي كنلقى الراوتر شاعل وبالزربه. كنحس بانني كنتعامل مع اجهزه في الواقع. والشيء اللي كيخلي الايميلاتور متميز هو انني كنقدر نعرف مثلا البالانسينغ ديال واحد الحاجه كيفاش غتخدم، ولا نقدر نعرف مثلا كنصاوب واحد الطوبولوجي، كنعرف مثلا غنلقى الخلل شحال ديال الوقت غادي يدوز من هنا لهنا الى اخره. يعني كنعرف داكشي حقيقي، بحال انا كنرسم واحد الطوبولوجي حقيقيه اللي غنقدر نخدم عليها وغتعاوني بزاف. اما في الباكيت تريسر فالامر فقط تعليمي، انا كنعرف غير كيفاش كتخدم ديك الاجهزه وكيفاش كيخدموا داك البروتوكول، وكيفاش نقدر مثلا ندير واحد ديزاين ديال شي شبكه كيفاش غتكون خدامه وصافي. اوكي، دونك ريزومي، يعني الايميلاتور هو واحد المقلد ديال داكشي اللي في الواقع كيحطوا ليا. اما
في السيميلاتور فهو مجرد واحد البرنامج او لا واحد اللوجيسيال اللي كيعطيني كيفاش كتخدم ديك الاشياء. هنا غادي نشوفوا من بعد الايميلاتور وبعد السيميلاتور. ففي الايميلاتور كنلقاو بينيت لاب اللي هو اللي غادي نهضروا عليه في هذه الدوره ديالنا. كنلقاو لي في اي هذا شبيه بالبينيت، يعني بحالو في البيئه ديالو في كل شيء بحالو، كيف طريقه العمل كل شيء. الفرق هو ان البينيت علاش انا اختاريت انني نهضر عليه لانه مجاني 100%. بالنسبه لي في اي فيه بزاف ديال الامور اللي خصك تشريها، يعني في دي اوبشن خاصك تشريهم كاينين في الاي في اي ام جي. اما في بينيت لاب فكل شيء فري. عندنا جينيس 3 حتى هو اللي مشهور بزاف. هذا ايميلاتور حتى هو، غير هو علاش انا ما كنفضلش نخدم به لانه فيه بزاف ديال الحوايج خاصك تدخل هنا خرج من هنا الى اخره، شغل لا ماشين الى. انا كنفضل نخدم بالبينيت لاب لانه كلشي مجموع فيه، يعني تقدر دير كلشي فيه، سهل في الخدمه سهل في التعامل. كاين هاد الفي اي ار ال هذا ديال سيسكو، وهو كيخدم الاجهزه يعني كتكون كتعامل مع دي سوفتوير ديال سيسكو حقيقيين. غير هو المشكل اللي فيه انه كيتعامل فقط مع الاجهزه ديال سيسكو. مثلا ما بغيتي تخدم بجونيبر اولا الكاتيل اولا ما غاديش تلقى فيه، على عكس البينيت لاب والاي في اي تتلقى فيهم هذاك اي سوفتوير بغيتي تخدمه غادي تقدر تجيب غير ليماج ديالو وتحطها وغتخدم بها عادي. كاين المينينيت هذا واحد الايميلاتور ديال الاس دي ان كيتخدم فيه الاس دي ان، واللي غادي نشوفوه حتى هو من بعد. غنديرو شي دوره ان شاء الله على الاس دي ان وغنشرحوه براتيك و تيوريك. بالنسبه للسيميلاتور كنلقاو عندنا باكيت راسر الغني عن التعريف اللي هو كاملين دوزناه وكاملين قرينا فيه تعلمنا فيه. كاين عندنا النيت سيم حتى هو واحد سيميلاتور ديال نيتوركينغ. كاين الباسلير هذا حتى هو سيميلاتور ديال نيتوركينغ. الكالنيت، الكوجا، هاد الكوجا كيتخدم حتى هو في الاس دي ان، وغيرهم الكثير بزاف اللي كاينين ديال لي سيميلاتور وحتى لي ايميلاتور كاينين بزاف. انا دابا ذكرت لكم غير هذوك اللي مشهورين وانتم تقدروا تقلبوا من بعد اكثر. باش نخدموا هاد البينيت لاب في البيسي ديالنا فكيتطلب واحد الريكويرمنت واللي اجباري خص يكون عندك بيسي اي 5 اولا الاي 7 يكونوا فيه 4 ديال لي كور. هذا الشيء على الاقل خص يكون عندك 4 ديال لي كور. يكون عندك 6 جيجا في الرام، هذه القليل. شحال ما كانت كثيره ديال الرام شحال ما مزيان، يعني الا كانت عندك 8 16 24 فشحال ما كانت كثيره شحال ما مزيان. كانوا عندك لي كور طالعين شحال ما كانوا لي كور طالعين شحال ما مزيان، لانك تتعامل مع اجهزه كما قلنا سوفتوير حقيقيين. راه كيستاهلكم ملي كتجيب واحد ليماج ديال الراوتر كتحطها في البينيت فراه كتاخذ من الرام وكتاخذ من البروسيسور ديالك باش كتخدم، يعني بحال مخدم واحد السيستم ديكسبلوطاسيون ضروري غيحتاج هاردوير باش غيخدم. خاصك تكون داير في البيوس ديالك تكون ماكتيفي لا فيرتواليزاسيون، تكون ماكتيفي لوبسيون ديال انتل في تي اكس في الهارد ديسك سواء كان اتش دي دي ولا اس اس دي. على الاقل خاص تكون عندك 40 جيجا في الهارد ديسك، يعني لانه كما قلنا انت كتعامل مع السوفتوير حقيقيا دونك خاصهم ستوكاج فين غيتحطوا. خاصك شبكه تكون عباره عن لان اولا تكون وان، يعني تقدر تكون تاكسيدي للانترنت اولا تقدر تكون غير لان بلا ما تحتاج تاكسيدي للانترنت، ولكن ضروري خاص تكون عندك شبكه باش منها غتاخذ الاي بي ادريس اللي غتخدم به ديك السوفتوير ديال البينيت لا. بالنسبه للسيستم ديكسبلوطاسيون فالبينيت راه كيخدم على الويندوز 7 وال8 وال10 وال11 وخدم حتى في لينكس. لي ديستريبيوشن كاملين ديال لينكس كيخدم فيهم بدون حتى شي مشكل. وطبعا غادي يحتاج شي هايبرفيزر ديال سموه الفيم وير او الفيرتشوال بوكس. انا كنفضل انك تخدم بالفيم وير اللي تيكون ستابل اكثر من الاخرين، وخاصها تكون لا فيرزيون ديالو 12.5 والفوق، يعني ما تخدمش ليه بشي فيرزيون اقل لانه ما غاديش يخدم لك داكشي. شنو غادي نحتاجو ملي غادي نبغيو انستاليو هذا البينيت؟ فاول حاجه كما قلنا غنحتاجو هايبرفيزر اللي هو الفيم وير ورك ستيشن. غنحتاجو ليماج ديال البينيت اللي كتكون بالفورما ديال اوفا، ماشي بشي فورما اخرى خصها تكون باوفا، وانا غنخلي لك اللينك في الديسكريبشن. غتحتاج براوزر سواء كروم او بريف او فايرفوكس او الايدج. غتحتاج ليماج ديال الراوترز والسويتش، انا كلشي غنخليه لك في اللينك. وغتحتاج اللوجيسيال ديال الفايزيلا اللي بيه باش غادي نقدروا
نترانسفيريو هاد لي زيماج ونحطوهم في البانات. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي اللي هي عباره عن بريزنتيشن ديال البانات لاب. تلقاو في دي فيديو اخرين باش نشرحو ونكملو الشرح ديالنا في الدوره هادي. اي تساؤل خليو لي في كومونتير.